نتكلم عن 7 نظريات بتشرح ليه الأشباح بتطير، منها اللي علمي ومنها اللي ديني ومنها اللي هتشوفه لأول مرة. اربطوا الأحزمة واستعدوا لأكتر نص ساعة غموض. رقم 1، نظرية الطاقة الروحية، 4 دقائق. أكتر نظرية منتشرة بتقول إن الأشباح هي عبارة عن طاقة روحانية مش ملموسة، والطاقة دي ملهاش وزن، يعني الجاذبية متأثرش عليها زي الأشعة أو الموجات الكهرومغناطيسية. العلماء بيقولوا إن الجسم البشري بعد الموت بيفقد حاجة بسيطة جدا من الوزن، ودي في بعض النظريات تم تفسيرها إنها وزن الروح. لو ده حقيقي فطبيعي الأشباح تطير لأنها خفيفة جدا. إرا كينما أن 2، نظرية الجاذبية ما بتشتغلش عليهم، الجاذبية الأرضية بتأثر على كل حاجة مادية، بس الأشباح حسب بعض النظريات مش مادية، يعني جسمهم مش صلب ولا ملموس، فالجاذبية تعتبرهم كأنهم مش موجودين. زي ما الطيف ما يقدرش يقع، الطيف يقدر يطير، وده بيفسر ليه بنشوفهم بيمروا من خلال الحيطان وبيتحركوا في الهواء كأنهم دخان. أوراثة 3، نظرية التسجيلات الروحية أو ذاكرة المكان. في نظرية بتقول إن الأشباح مش أرواح ناس ماتت، لكن عبارة عن تسجيل لحادثة حصلت في الماضي. الطاقة بتتسجل في المكان وبتتكرر بنفس الشكل. أوقات الشبح بيظهر وهو بيطير لأن وقت الحادثة كان في لحظة سقوط أو فوق الأرض شوية، وده بيفسر ليه الأشباح بتظهر بنفس الطريقة وفي نفس الأماكن. 4، نظرية البعد الرابع، 5 دقائق. من أغرب وأخطر النظريات بتقول إن الأشباح مش من عالمنا، هما كيانات موجودة في بعد تاني، البعد الرابع أو الخامس. قوانين الفيزياء هناك مختلفة تماما عن هنا. ممكن يكونوا بيمشوا على أرض في عالمهم، بس إحنا شايفينهم بيطيروا لأن الأرض دي مش موجودة عندنا، زي ما الواحد في لعبة فيديو بيطير من غير ما إحنا نحس إنه بيستخدم طريق. شاكر 5، في بعض الأديان والمعتقدات الطيران هو رمز للروح اللي انفصلت عن الجسد. الروح بتطلع لفوق، بتتحرر من سجن الأرض، وده معناه إن الشبح الطاير ده روح مش قادرة تطلع للسماء، فبتفضل عالقة بين السماء والأرض، معلقة تايهة، وعشان كده بنشوفها بتطير بدون هدف. لا دروارة 6، تأثير السينما والخيال الجمعي. مين فينا مش شاف شبح طاير في أفلام الرعب؟ هوليوود عملت الصورة الذهنية دي في عقولنا. الشبح لازم يبقى أبيض شفاف وبيطير،